مش امرأة ضعيفة. ده أول حاجة لازم تعرفها عني قبل ما تسمع أي حاجة تانية، عشان لو ما قلتهاش ممكن تحكم عليا بطريقة غلط. واللي حصل معايا محتاج إنك تفهمني الأول. اسمي رانيا مصطفى، صحفية تحقيقات. عندي 38 سنة، من اللي اتعلمت فيهم إن الكلمة سلاح، وإن من بيتكلم كتير بيخسر كتير، وإن الناس اللي بيفتحوا قلوبهم بيتجرحوا. في ال 22 سنة اللي اشتغلتهم في الصحافة كتبت عن الفساد وعن الظلم وعن الناس اللي اتكسرت حياتهم وما لاقوش حد يسمعهم. كنت أنا اللي بسمع، أنا اللي بنبش، أنا اللي بحول أوجاعهم لكلمات على ورق. بس محدش كتب قصتي أنا، ومحدش حاول، وأنا ما سمحتش لحد يحاول. بقيت عارفة من زمان بعيد إن الصحفية اللي بتحس هتخسر، اللي بتفتح قلبها هتتكسر، وأنا ما كنتيش عايزة أتكسر. بنيت جدار حوالين نفسي من طوب صلب وسنين من التجارب الموجعة. كنت فاكرة إن ده قوة. ما تعلمتيش غير بعدين إن الجدار مش بيحمي بس، هو كمان بيحبس. في حياتي كلها كنت الشخص اللي بيسأل، ما تسألتيش. كنت الشخص اللي بيكشف، ما تكشفتيش. كنت اللي بتعرف أسرار الناس وأحفظها وارويها، بس أسراري أنا ظلت مخبية في مكان حتى أنا ما بعرفش فين بالظبط، لحد ليلة العاصفة. واللي حصل في تلك الليلة محدش يتوقعه، أنا نفسي ما توقعته. ولحد دلوقتي مش عارفة لو كان صح أو غلط، لو لازم أتندم أو لو كان أهم حاجة حصلت لي. بس عارفة إن في تلك الليلة لأول مرة في حياتي كنت الشخص اللي بيحكي مش اللي بيسمع. وده غير في حاجة جوايا ما قدرتيش أرجعها زي ما كانت. كنت رايحة الفيلا بتاعتي في الريف، فيلا صغيرة هادية ورثتها من جدتي على بعد ساعة من المدينة، محاطة بأراضي زراعية وهدوء ما بيتقطعش. ما بيجيلهاش إلا لما محتاجة أتنفس بعيد عن ضجيج المدينة، أو لما بيبقى عندي تقرير صعب وعايزة أخلصه في سلام. التقرير ده كان مختلف، أهم تقرير كتبته في حياتي المهنية كلها. تحقيق موثق على مدة 8 أشهر عن شبكة فساد منظمة في قطاع التعليم، في أسماء وأرقام وأدلة. كنت محتاجة أيام 3 بس أخلصه وأبعته لرئيس التحرير. جبت معايا اللابتوب والملفات والعزلة اللي اخترتها دايماً. ما جبتيش أي حد معايا، ما كنتيش محتاجة حد. وصلت الظهر، السما كانت رمادية داكنة من أول ما طلعت الشمس. الهوا فيه شيء تقيل، زي ما الجو شايل حاجة وعايز يحطها بس ما لقاش الوقت المناسب. الأشجار على جنبين الطريق كانت بترفرف برفرفة غريبة، وفي القرية اللي عديت بيها كانت الناس بتسرع ولافتين بالهم من السما. أنا ما انتبهتيش، أنا دايماً ما بنتبهش للإشارات. دخلت الفيلا، اتغديت لوحدي، فتحت اللابتوب، اشتغلت. الساعة 6 المغرب انقطعت الكهرباء. ما اهتمتش، فتحت تورش الموبايل. بس بعد نص ساعة لاحظت إن التاور مقطوع والإنترنت راح. حاولت اتصل، ما ردتيش، مفيش إشارة. والمطر ابتدى، مش مطر عادي، مطر زي اللي بتسمعه في الحكايات القديمة، بيجري في السكك ويضرب الشبابيك زي ما هو غاضب من حاجة. البرق كان بيضوي كل الأوضة في لحظة واحدة، وبيجي الرعد يهز الجدران، وأنا كنت لوحدي. دورت على شمعة في درج الستانية، لقيت واحدة قديمة نصها بس، ولعتها ووقفت في نص الأوضة في الضوء الضعيف ده، والمطر بيضرب من بره والدنيا مظلمة حواليا. وحسيت بحاجة ما حسيتهاش من سنين طويلة. حسيت بالوحدة، مش الوحدة اللي بتيجي من إنك لوحدك في مكان، التانية الأعمق، الوحدة اللي بتيجي لما بتلاقي إن حتى وسط الناس مفيش حد عارف السؤال الصح يسألهولك. مفيش حد وقف وقال أنتي رانيا مش الصحفية، إزيك؟ وفي اللحظة دي سمعت طرقة على الباب. فتحت الباب وأنا شايلة الشمعة. الهوا البارد دخل وأوشك يجي على اللهبة الضعيفة. الشاب اللي وقف قدامي كان في 28 تقريباً، طويل، عيونه بنية داكنة فيها وضوح غريب، بشرته اسمرت من الشمس والهواء والأيام الطويلة في الأرض. لابس جلباب بلدي أبيض مبلول من المطر، وفي إيده اليمين فانوس قديم من الجاز بيضوي ضوء برتقاني دافي، وفي إيده الشمال كيس بلاستيك مربوط بعناية. نظر فيا بعيون مش فيها خجل ولا وقاحة، عيون حد عارف مكانه في الدنيا ومرتاح فيه. مساء الخير يا هانم، أنا كريم ابن الحاج حسين اللي عنده الأرض اللي جنبيكو. مامتي بعتتني أطمن عليكو لما الجو ابتدى يتقلب. صوته كان هادي مش متكلف، في شيء زي إنه جملته كانت كافية ومحتاجتيش زيادة.
أنا كويسة، شكراً، قلت له بنبرة الإغلاق المعتادة. الطريق الرئيسي مقطوع دلوقتي، في شجرة كبيرة انقلعت وطوحت على الطريق، والجو مش هيتحسن قبل الصبح على ما أعرف. معلش. فضل واقف، مش بيحاول يدخل، مش بيلح. معايا جنراتور صغير ومعايا وقود لو محتاجة ضوء، أضاف من غير تعجل. ومامتي بعتت أكل، قالت ممكن تكوني ما تعشمتيش. في الحياة العادية أنا برفض مساعدة الناس. في عرفي اللي بياخد مساعدة معناه إنه محتاج، واللي محتاج ممكن يتاخد منه. بنيت حياتي على الاعتماد على نفسي وعدم السماح لحد بإنه يبقى ضروري. بس الليلة ما كانتش يوم عادي. اتفضل. دخل، حط الكيس على الطاولة بهدوء. في طاجن صغير فيه شوربة عدس مغطى بغلاف نايلون مربوط، وعيش بلدي في كيس قماش و3 تفاحات حمراء. فتح الباب تاني وجاب من بره جنراتور صغير خفيف، وصل السلك، ظبط حاجة فيه وشغله. رجع ضوء الأوضة. كريم وقف، هيشتغل لحوالي 4 ساعات لو محدش بيضبي حاجة مش لازمة. شكراً. الطريق مش هيتفتح قبل الصبح وأنا مش هقدر أعدي دلوقتي. أقدر أفضل، قالها بشكل مباشر من غير تملق. مش هتحسيش بيا. نظرت فيه. في الحياة العادية كنت هقول لأ، بس في الليلة دي في الظلام ده حسيت بحاجة مختلفة. تمام، أنا شغلة بشغل عادي جداً، قالها وفيه الجملة اكتفاء. أخرج من كيسه كتاب ملفوف في قماشة، جلس على أبعد كرسي في الأوضة وفتح الكتاب في ضوء الفانوس. ما طلبش يشعل حاجة تانية، ما طلبش أي أذنية، فضل ساكت تماماً. أنا جلست قدام اللابتوب وحاولت أرجع للتقرير. كلمات الفساد والأرقام والأدلة كانت قدامي، بس عيني من غير إرادتي كانت بتراقبه من ورا الشاشة. هو كان منغمس في الكتاب، بيقلب الصفحات بأصابع اتعودت على التراب والحرث والأرض، بس في نفس الوقت كانت عيونه تتحرك على السطور باهتمام حقيقي، مش مسلية وقت. بتقري إيه؟ سألته وأنا مش عارفة من غير إرادتي ليه. رفع عيونه من الكتاب، مش مندهش من السؤال. 1000 ليلة وليلة. جد؟ أيوة. اداني الكتاب من غير ما أطلب. طبعة قديمة جدا، الغلاف بني، الورق أصفر ورقيق. اسم المطبعة مكتوب بخط قديم ما بيتقراش بسهولة، من أيام جدي، قال وفيه ابتسامة خفيفة جدا. وبتحبها ليه بالظبط؟ فكر بجدية زي ما السؤال ده يستاهل تفكير. عشان شهرزاد ما كانتش بتحكي عشان تتسلى، كانت بتحكي عشان تعيش. الساعة 2 الليل الجنراتور وقف فجأة. الوقود خلص قبل ما كنت متوقعة. رجعنا للظلام التام. كريم وقف، ظبط الفانوس وحطه في النص. عندي كام شمعة في الكيس لو محتاجة. شعلنا شمعتين على الطاولة الكبيرة. الضوء كان دافي وخفيف، الظل بيتحرك على الحيطان. المطر كان لسه موجود بس اهدى شوية، والبرق بقى أبعد. في الظلام الناس بتتكلم بصدق أكتر، قال كريم وهو قاعد على الأرض مسند ظهره على الحيط. ليه؟ سألته. عشان محدش بيشوف وجهك وانت بتتكلم، والوجه بيخفي أكتر مما بيوضح. صمت قصير، والمطر لسه موجود. حكالي عن أبوك، قلت من غير ما أخطط، الجملة خرجت لوحدها. نظر فيا، مش مندهش، مش محرج. أبويا مات وأنا عندي 12 سنة، قالها بصوت هادي زي ما الكلام ده بقى جزء من حياته ومش بيألمه بنفس الطريقة اللي كان بيألمه زمان. صحيت يوم من الأيام ولقيت مامتي بتعيط في المطبخ، مش بتعيط بصوت، كانت الدموع بس بتنزل وهي واقفة تعجن العيش. وفي اللحظة دي فهمت إن في أنواع تانية من الحزن غير اللي بيطلع بصوت. وعملت إيه؟ وقفت جنبها وعجنت معاها. قالها بهدوء، ما كانش عندي كلام، بس الحضور أحياناً بيبقى أهم من الكلام. صمت تاني أطول. ومن يومها اشتغلت في الأرض، مش عشان ما كانش عندي خيار، عشان الأرض كانت أبويا. كل يوم بشتغل فيها بحس إنه موجود في حاجة ما بتمتش. حسيت بحاجة في صدري تنضغط ببطء. وما فكرتيش تسيب كل ده وتعمل حاجة تانية، تتعلم، تسافر؟ زي إيه؟ سألني من غير سخرية، سؤال حقيقي. مش عارفة، حاجة أبعد. عندي الأرض والكتب والسما والأم اللي استناني. قالها بشكل بسيط ومن غير افتعال. ده كتير، مش ناقصني حاجة. وما بتحزنش بحزن، قال وفي وضوح. بحزن قوي أحياناً، بس الحزن مش عيب. العيب إنك تحزن وتفضل كاتم لنفسك. وبعدين نظر فيا بعيون هادية. انتي مثلاً كاتمة حاجة كتير. توقف قلبي لثانية.
ليه قلت كده؟ لأنك بتسأليني أسئلة زي صحفية، بتنبشي وبتدوري، بس عيونك مش عيون حد فضولي بس، عيونك عيون حد خايف يتسأل هو. الكلام ده كان زي إبرة دخلت في حاجة حساسة. إزاي تحكم كده عشان الناس اللي بيسألوا أكتر عادة بيكونوا عندهم إجابات أصعب؟ الساعة 1:01. المطر كان لسه موجود بس بقى رذاذ خفيف. الشمعتين كانوا بيضووا الأوضة بضوء ناعم يتحرك مع الهواء. كريم كان قاعد على الأرض بهدوء، وأنا فتحت. مش عارفة إمتى بالظبط قررت، ما كانش قرار، الكلام خرج زي المية بيخرج من خزان وصل ضغطه لنهايته. قلت له عن جوازي الأول، إني اتجوزت وأنا عندي 22 سنة، مش عشان حب، عشان هروب. كنت في بيت فيه أصوات كتير وما كانش فيه مكان لصوتي أنا، والجواز بدأ إنه باب، بس الباب وداني الأوضة تانية فيها نفس الضيق ونفس الصمت بس في مكان تاني. وفضل الجواز قد إيه؟ 2 وكسر. قلتها وأنا حاسة بسؤل الرقم ده، مش لأن فيه خيانة أو مشاكل كبيرة، لأن ما كانش فيه صوت، ما كانش فيه حد بيسأل التاني بتتمنى إيه. كريم فضل ساكت، ما قالش آسف ولا يعني إيه ولا أي من الجمل الجاهزة اللي الناس بتقولها عشان تملى الفراغ. فضل ساكت، وفي سكته حاجة زي مكان. وبعده سألني بعد شوية. بعده اشتغلت بجنون. كل تقرير جديد كان بيديني إحساس إني بعمل حاجة مهمة. وطول ما أنا شغلة ما بفكرش في الأسئلة الصعبة، الأسئلة اللي عن نفسك. أيوة، وإمتى بتيجي الأسئلة دي؟ في الأوقات الساكتة. عشان كده بعيد عن الهدوء، اللي بيهرب من الهدوء بيهرب من نفسه. قالها وهو بيتفرج في الشمعة. الجملة دي كانت موجعة وصحيحة. وأنا بيرفضين في حياتك سألني السؤال ده بشكل مباشر ومن غير مقدمات، وأنا بدل ما أقول ده مش من حقك تسأل، لقيت نفسي بقول لأ، مفيش حد بيرفضني، عشان ما بخليش حد يوصل لأقدر يرفضني. الصمت بعدها كان تقيل، بس كان صمت فيه حاجة حقيقية. ده مش أمان، قال كريم بهدوء، ده عزل. الفرق الأمان لما الناس موجودين وبتختار تبقى آمن معاهم، العزل لما بتمنع الناس عشان ما يقدروش يأذوك. حسيت بكلامه زي طرقة على حيط بيتين جنب بعض. الصدى جه من جوايا مش من بره. وكده بتحسي بإيه في الآخر؟ بأمان وبفراغ في نفس الوقت. قلت بصدق مفاجئ، ده إجابة صادقة، نظر فيا. أول إجابة صادقة قلتها لي الليلة الساعة 2 الصبح. الشمعة الأولى اتبرمت وانطفت، شعلنا الشمعة التانية الأخيرة. كريم قام جاب إبريق صغير من كيسه ومعاه علبة شاي فيها شوية نعنع طازة. شعل كانون صغير خفيف كان في آخر الكيس، حط الإبريق عليه. مامتك جهزتك كويس، قلت له. مامتي بتقول اللي بيجي على الناس ما يرجعش بإيديه فاضية. ابتسم ابتسامة حقيقية، ده مبدأ عندها مش عادة. جاب لي كوباية الشاي لما اتعمل. الكوباية كانت صغيرة من الفخار. الشاي كان فيه ريحة النعنع الطازة. شربت. كان في الشاي ده حاجة، طعم مختلف، طعم حاجة حقيقية موجودة في الأرض، مش معلبة في مصنع. كويس، قلت له. الحاجات الكويسة الحقيقية الناس ما بتلاقيهاش في الأماكن العالية دايماً. قال وهو بيشرب كوبايته. إيه اللي بتقصده؟ مش هتلاقي الشاي ده في فندق 5 نجوم، ومش هتلاقي أعمق الكلام في المحاضرات الكبيرة والمؤتمرات. الحقيقي بيبقى في الأماكن الهادية. نظر في الشمعة، في الزراعة، في الليل، في العاصفة أحياناً. فضلنا صامتين شوية. المطر من بره كان خفيف، الجو بدأ يبرد. رانيا، أول مرة قال اسمي من غير لقب. أيوة، لو حد وقف قدامك دلوقتي وقالك عرفي على نفسك، هتقولي إيه؟ السؤال ده وقف عليا زي ما حاجة اتقفلت فجأة. صحفية، قلت على طول. وبس مفيش بنت، مفيش ست، مفيش واحدة بتحب حاجات وبتكره حاجات، مفيش خايفة، مفيش حالمة، مفيش واحدة بتوجع أو بتفرح. بس كل سؤال كان زي مسمار بيتدق ببطء وبدون صوت عالي. أنا ما بعرفش أعرف نفسي بغير الشغل من زمان طويل. ليه؟ فكرت بجدية، عشان الشغل بيديني سبب أبقى. قلت، وفي اللحظة دي حسيت بتقل الكلمة دي على صدري. سبب تبقي ولا سبب تبقي وانتي مش هنا؟
الفرق اللي عمله في السؤال ده ضرب في حاجة ما ضربش فيها أي كلمة قبل كده. مش فاهمة الفرق. الواحد ممكن يكون موجود بجسمه وهو مش هنا، ممكن يشتغل ويتكلم ويبقى ناجح وهو في الحقيقة مجرد ماشي على أوتوماتيك. وأنا ما قدرتش أرد عشان كان صح. وبتحسي بإيه لما بتبقي مش هنا؟ بإحساس إن الوقت بيعدي وأنا بس شايفاه. وده مش بيوجعك؟ بيوجعني، قلت بصدق، بيوجعني جدا. بس ما تعلمتيش إزاي توقفيه. المشكلة إنك اتعلمتي تشتغلي كتير بس ما تعلمتيش تعيشي. الساعة 3 الصبح، الشمعة الأخيرة بقت نصها، المطر وقف تقريباً. من بره كان في صمت تقيل ومريح في نفس الوقت. الجو بعد العاصفة بيبقى فيه نظافة غريبة، زي ما الدنيا اتغسلت وبدأت من أول. وأنا كنت أبكي، مش بكى بصوت عالي، دموع بس نازلة بهدوء من غير ما أقدر أوقفها. حسيت بحرج شديد وقمت أتقلب عشان ما يشوفنيش. ما تتحرجيش، قال بهدوء من ورايا. أنا مش من النوع اللي بيبكي قدام الناس، مش الناس، أنا كريم. وقالها بطريقة غريبة، بسيطة جدا ومهمة جدا في نفس الوقت. ليه الفرق؟ عشان أنا مش هشوف فيكي ضعف، بشوف تعب من زمان محتاج يخرج. وأنا ما قدرتش أوقف التاني. بكيت على سنين طويلة من التحمل الصامت، على جواز فات من غير ما أفهمه، على تقارير كتبتها عن الناس وأنا جوايا قصص محدش سمعها، على الأسئلة اللي ما بسألهاش لنفسي عشان خايفة من إجابتها. كريم فضل ساكت، ما جاش قريب، ما عمل حركة غلط، بس حضوره في الأوضة كان كافي. كان زي إنه قاعد يحرس حاجة مهمة من غير ما يحاول يسيطر عليها. لما هديت قلت من غير ما تقلب، شكراً إنك ما حاولتيش توقف البكا. البكا مش عيب، اللي بيوقف البكا بيظن إنه بيساعد، بس هو بيقطع حاجة محتاجة تخرج. اتقلبت، نظرت فيه. انت اتعلمت ده منين؟ من مامتي. لما مات أبويا الناس كلهم كانوا بيقولوا لها ما تبكيش وربنا كريم واللي حصل خير، وهي كانت بتستنى هم يمشوا وبعدين ترجع تبكي. قلت لها ليه بتعملي كده؟ قالت لي البكا حقي وما عايزاش حد ياخد منه. الكلام ده وقفت عنده. أمك حكيمة أكتر مني بكتير، قال وفي ابتسامة فيها حب واضح. وهي سعيدة بيوم وبيوم لأ، بس عايشة. فرق كبير. الفرق بين السعادة والحياة، السعادة حالة بتيجي وبتروح، الحياة قرار بتاخده كل يوم تكمل وتكون هنا وعندك الاتنين. فكر، الحياة أيوة، السعادة بياخدها يوم يوم وده كافي ليك دلوقتي. أيوة، الساعة 4 الصبح إلا ربع، السما من ورا الشباك بدأت تتحول من الأسود التام لرمادي قاتم، إشارة إن الفجر جاي. أنا وكريم كنا لسه صاحيين، جالسين على الأرض، كل واحد في ناحية من الأوضة. الشمعة كانت بتدبدب على آخرها. في حاجة عايزة أسألك. قلت اتفضلي. ليه جيت بالظبط؟ يعني الجيران كتير ومامتك ممكن كانت تبعت أي حد، ليه أنت اللي جيت؟ فكر، مش عشان بيدور على إجابة، عشان بيدور على الكلمة الصح. لأني كنت أنا اللي شفتك وإنتي بتدخلي الظهر وحسيت بحاجة. حاجة إيه؟ إن في حد تعبان، مش الجسم التاني. صمت. والحساسية دي من فين؟ من سنين الأرض. الأرض بتعلمك تحسي بالحاجة اللي محتاجة اهتمام قبل ما تتكلم. النبتة ما بتقولكش إنها عطشانة، بس لو بتبص كويس بتعرف. وأنا كنت زي النبتة. أيوة، حسيت بشيء في الجملة دي، ما كانتش إهانة، كانت دقيقة. رانيا، أيوة، لو سألتك سؤال صعب هترديه بصدق، جربي. لو صحيتي بكرة وقالولك إن الصحافة فلست ومفيش تقارير ومفيش شغل، هتبقي مين؟ الوجع اللي السؤال ده عمله كان من نوع تاني، لأن الإجابة الصادقة كانت مش عارفة. ده مش إجابة، ده مشكلة. قال من غير قسوة. أيوة، قلت ده مشكلة وعايزة تحليها. أيوة، بس مش عارفة من فين أبدأ. ابدأي بسؤال واحد، كل يوم سؤال واحد عن نفسك، مش عن الشغل، عنك. زي إيه؟ زي إيه حاجة بتحبيها مش عشان مفيدة أو ضرورية، بس عشان بتحبيها. نظر فيا، إيه إجابتك؟ فكرت بجدية. الأمطار، قلت في الآخر بحب المطر وبحب ريحة الأرض بعده. ابتسم. كويس، ده بداية. الساعة 7 الصبح سمعنا أصوات من بعيد، آليات الطريق كانت بتشيل الشجرة. بعد شوية الطريق اتفتح،
الشمعة الأخيرة كانت بقت شمعة صغيرة بالكاد. الضوء الصبح كان بيدخل من تحت الستاير بهدوء، وريحة الأرض بعد المطر كانت جاية من ورا الشبابيك. كريم وقف، جمع الإبريق الفاضي، الكانون الصغير، لف الكتاب في قماشته القديمة وحطه في جيبه، ربط الكيس الفاضي، وقف عند الباب. أنا وقفت في مواجهته. هتكملي التقرير؟ سألني. أيوة. وبعده؟ وقفت عند السؤال. بعده؟ مش عارفة. ده كويس، قال من غير مفاجأة. كويس. أيوة، مش عارفة. أفضل من شغل تاني، معناها إن عندك مكان فاضي ممكن تحطي فيه حاجة تانية. تحركت ناحية الباب معاه. كريم وقف، اتقلب، عيونه كانت هادية. لو قلتلك إنك لو جيت تاني مش هيكون مظبوط، هتفهم ليه. نظر فيا لحظة 2، ما كانش في عيونه أسف، كان فهم وقبول. أيوة هفهم، مش عشان ما محتاجيش تكملي. قاطعني بهدوء. أنا فاهم، الليلة دي كانت حاجة خاصة، ومش كل حاجة خاصة لازم تكمل عشان تبقى حقيقية. شكراً. على إيه؟ على إنك جيت، على إنك فضلت، على إنك سألتني. ابتسم، مش ابتسامة حزينة، ابتسامة حد فاهم إن بعض الأشياء بتبقى صح حتى لما ما بتكملش، ومش كل بداية لازم يكون ليها مكمل. اكتبي قصتك يوم من الأيام. قال يمكن، لا مش يمكن، اكتبيها. فتح الباب. الهوى الصبح دخل، نظيف وبارد ومليان بريحة الأرض بعد المطر، نفس الريحة اللي قلتله إني بحبها. خطأ خطوة للخارج ولف مرة أخيرة. رانيا، أيوة، اللي خليكي قوية للغاية هو نفسه اللي خلاكي وحيدة، وإنتي تستاهل التاني. وراح. وأنا وقفت في الباب أتفرج فيه هو ماشي على الطريق الطيني تحت الشمس الصغيرة اللي كانت بتطلع من وراء الأرض الخضراء. الضوء الأصفر الأول بتمشى على الحقون المبللة، وكريم كان يمشي في النص من غير ما يلف تاني. وأنا حسيت بحاجة، حسيت بالحياة، مش حياة التقارير والكلام والعناوين والنجاحات المهنية، حياة تانية. الحياة اللي ما اتكتبتش بعد، اللي ما تسألتهاش بعد، اللي تستاهل تتكتب، مش عن الناس بس، عني أنا. أنا حكتلك كل حاجة دلوقتي، ما غيرتيش ولا أضفتيش، ما زودتيش ولا نقصتيش. وبسألك بصدق كامل، هل كنتي غلطانة إني فتحت قلبي في تلك الليلة؟ هل اللي حصل كان حاجة لازم تتكسف منها، ولا كان حاجة كنتي محتاجتها؟ هل ليلة واحدة مع حد غريب في ظلام وعاصفة وشمعة بتخلص تقدر تغير في حد حاجة؟ وهل لو كنتي مكاني كنتي حتعملي نفس اللي عملتوه؟ هل كنتي على حق أم على خطأ؟ قولولي في الكومنتات، أنا محتاجة أسمع رأيكن. الحكم فيكن أنتو، هل كنتي على حق أم على خطأ؟